الفلوس ما طلعتش بتغير النفوس وبس، الشكل كمان بيتحول. سوزي الأردنية بعد ما حبيبها سابها وسقطت في الامتحان ومرت بظروف صعبة، قررت ترجع للجمهور ويا أرض تهدي معلكي أدي. وبعد ما عملت الملايين حياتها اتغيرت خالص، والكل مستغرب هي دي بقت دي؟ سوزي بقت ملكة جمال ومكياج ايه وشعر ايه، فيا ترى بتغيظ حبيبها اللي خلع منها، ولا ظهورها بالإطلالات دي وراه إنة كبيرة؟ ازاي رجع ليها وخطوبتها بعد كام يوم؟ ليه كانت شايفة حبيبها قليل الأصل وبتقوله شوف لك حد يشبه لك؟ ليه بعد ما كانت شايفاه العوض اللي مش حارمها من حاجات كتير أبوها نفسه حرمها منها قلبت عليه كده؟ مش هتصدق ناوية على ايه الفترة اللي جاية. سوزي الأردنية بعد ما كان بساطها أحمدي مع المتابعين وبتطلع من غير ما تغسل وشها وبالبيجامة من البيت وهي لسه صاحية من النوم، فاجأت الجمهور بفيديو قلب الدنيا عليها أكتر ما هي مقلوبة. سوزي الشهرة غيرتها والفلوس جننتها والفيديوهات هوستها، وما بقتش سوزي بتاعت زمان، سوزي بقت زي الفنانات، اتقال عليها دي ملكة جمال. ستايل لبسها اتغير وبقت تلبس مكشوف، وبعد ما كانت بتلبس التيشيرتات الاوفر سايز وتضربها على اي بنطلون وبتلم شعرها بطريقة عشوائية وطبيعية جدا، بقت بتظهر للجمهور على سنجة 10، ولو رايحة مهرجان ولا حفلة مش هتعمل في نفسها كده. فيا ترى عملت كده علشان ترجع لحبيبها، ولا السبب في التغيير ده الفلوس والشهرة زي ما المتابعين قالوا لها؟ سوزي نشرت فيديو ليها على التيك توك مستغربة ان حبيبها سابها، وقالت له سبتني ليه؟ ده انا عاملة اللي ما يتعملش ومهتمية بنفسي، وكل يوم بصبغ في شعري واعمل تنظيف بشرة وجلسات وهارد جل. روح يا شيخ منك لله، عملتلك ايه علشان تسيبني؟ انا عارفة اني مش بوحشك، اللي بتوحشك الكيرفي بس، انما انا لأ، علشان انا سفيفة وصغيرة. سوزي عندها عقدة من جسمها، وكتير بتقول كده إنها بتتعرض للتريقة في الشارع علشان حجمها قليل وسفيف كده، وده مضايقها ونفسها تبقى كيرفي ومالية مركزها علشان تعجب صاحبها. راحت وطلبت من أبوها تروح تكشف وتعمل تحاليل وتعرف هي ليه مش بتتخن. أبوها قال لها العود الفرنساوي أحسن عود، اسمعي مني. الشكل وقدرت سوزي بالمكياج تتغلب عليه وتظهر ولا الممثلات، لكن الجسم هل بالفلوس اللي معاها تقدر تعمل عمليات تجميل الفترة اللي جاية علشان تعجب حبيبها اللي خلاص رجع لها بعد التحول الرهيب اللي هي عملته، وخطوبتهم بعد أيام زي ما قالت. سوزي نشرت فيديو من محل بدل بتختار البدلة لحبيبها وبتشارك الجمهور يختاروا معاها، وبتقول إن الخطوبة كلها أيام، وده طبعا بعد حب كبير بينهم. ورغم إنها مقتنعة إنه لعب عيال وما ينفعش حب المراهقة ده، لكن هي قالت في حوار سابق ليها إنها مصاحبة وبتقول عليه الحب بتاعي، لأن كلمة صاحبي ما يصحش إنها تتقال لحد قبل بقى ما تحصل الخطوبة ويبقى حبيبها. الغريب بقى إن سوزي قالت في حوار ليها مع خالد عليش إنها لو معاها 1,000,000 جنيه هتتبرع بيها لمدرسة لذوي الهمم، وده لأن أختها مي منهم. سوزي ليها متابعين كتير، ويمكن سبب شهرتها هو طبيعتها وإنها مش متصنعة، والبعض شايف إنها دمها خفيف واللي في قلبها على لسانها، لكن مع تغيير شكلها اتهاجمت، خاصة إن سنها صغير، فليه تكبر نفسها بالطريقة دي؟